كتهضر بزاف وشي نهار غتندم على هاد الهضره. راه ما كاين حتى شي واحد يسب الحكومه ومقدم هنا. ما كنخاف حتى شي واحد، كلشي شفاره قدامك. فيك شكون اسكت. نايضة الفيلم نقدر يحقق أكثر من مليون ونص مشاهدة خلال 24 ساعة صافي. أي فيلم نقدر يحطم أرقام قياسية في اليوتيوب المغربي بواحد الطريقة حتى واحد متوقعة. فيلم اللي تعرض أصلا في السينما المغربية قبل عام هذا، ولكن سعيد الناصري قرر أنه يردو يتعرض في يوتيوب في قناة خاصة من بعد ما كيف ما كيقول ما تلقاش دعم من القنوات المغربية كدوزيمو الأولى باش يعرضوه فيها، يعني تعرض للظلم بواحد الشكل كبير. ففي هذا الفيديو هذا غنتعرفوا على القصة كاملة، ولكن بلا ملال وبلا كثرة الهضرة. غندوي على شي حوايج اللي حتى شي يوتيوبر اخر تقريبا ما ذكرهم، غندوي على شي لعبات المهمين بزاف، ونحلوا شي حوايج ونشوفوا اش قالنا صاير من بعد ما حط الفيديو ديالو واش كان الرد ديالو ولا كاع الانتقادات اللي جاو. فهاد الفيديو غيعجبكم الدراري بزاف، خلي معاك لايك وابوني وليتس جو. واش تيصحاب لكم انا عندي عصا سحريه كنحل بها المشاكل؟ راه من النهار اللي جيت لقيت عرام ديال المشاكل ديال الحكومه اللي فاتت، والصندوق اللي حليته كنلقى خاوي، زائد المعارضه حتى هي شاده فينا، والازمه والحرب برا. مشاكلك جيت تشاركها معانا ونحلوا معاك حنا هاد المشاكل، ماشي نتوما غير الحكومه اللي طلعت قلنا حق الصنادق خاويين. هاد الصنادق هذا شكون اللي كيخويهم من قدكم؟ وانت بعدا اساسا في عمرنا شناك من نهار نجحتي في الانتخابات ما بقيتي بنتي. كنت تسمع فيلم من انتاج سعيد الناصري او لا سعيد الناصري مثل في شي فيلم، كتعرف بان داك الفيلم غيكون وجيه بزاف وكيناقش شي افكار اللي حتى شي ممثل اخر ما يقدر يناقشهم بديك الطريقه اللي كيناقشهم بها سعيد الناصري. اي كون متاكد ان داك الفيلم غادي يكون فيلم كيدوي على قضايا اللي كنعيشوها حنايا في المغرب، قضايا بواحد الشكل اللي مباشر بلا لغه خشب من لغه خشب بدون لغه خشب. فسعيد الناصري هذا هو الطبع ديالو، وهذه حاجه اللي زوينه وخلت المغاربه يحبوه بواحد الشكل كبير بزاف. فمن بعد بزاف الاعمال اللي دار واللي كانوا اصلا مباشرين وقصد فيهم بزاف ديال الحوايج، جا فيلم تاع نايضة. الفيلم اللي خرج هو اصلا في الانستغرام كيقول للناس دعموني بهذا الفيلم يوصل لاكبر عدد المشاهدات وينجح في ساحه اليوتيوب، وهادشي كامل درتوها حيت ما قبلونيش انني نحطو في دوزين او الاولى، يعني ما تمش الدعم ديالو بسبب الهضره او لا اللقطات اللي فيه. يعني بحال كيقول بان الدوله رفضات هذا الفيلم هذا بسبب انه كيشير لشي حوايج لي خطيره وسط الدوله، فهمتي، او لا كيناقش معلومات او لا كيناقش واحد الافكار اللي ما خاص الشعب يعرفها. مثلا انا كنقول هادشي اللي كان سعيد الناصري اصلا في لي بوست انستغرام ديالو في لي فيديو ولا لي ريلز انستغرام اللي كيحط. عاد من بعد خرج سعيد الناصري من بعد ما فتح القناه وبدا يحط الافلام وحط هذا الفيلم هذا القناه ديالو تاع سعيد الناصري اصلا اللي يفتح الشعب. فقال لهم بانني الا وصلت 5 مليون فولو ولا عاونوني باش نوصل 5 مليون فولو باش نقدر نفتح واحد القناه او لا نقدر نفتح واحد القناه فضائيه بحال دوزين بحال الاولى، يعني تكون في التلفازه قناه فضائيه. فباش نقدر نوصل لهادشي خصني نوصل 5 مليون متابعه. هادشي اللي الصراحه بزاف الناس ما متفقينش معاه، وبزاف الناس كيجيو مع علامه استفهام وزعما كضحك علينا ولا كيفاش سعيد الناصري. راه كلشي عارف صغير وكبير بانك باش 5 مليون فولو على يوتيوب مثلا هي اللي غادي تخليك تفتح واحد القناه فضائيه. مي خاصك حوايج اخرين باش تقدر تفتح قناه فضائيه. كل كان تقدر دير 5 مليون تفتح قناه فضائيه اصلا ما عندش علاقه يوتيوب بالقنوات الفضائيه اصلا من الاساس. فهادشي اللي خلى شكوك كثير على سعيد الناصري والافكار اللي كيقول. فمن هنا بداو كيبانوا الانتقادات خصوصا من الناس اولا من ممثلين بزاف اللي اولا حتى صناع محتوى اللي خرجوا كيقولوا بان سعيد الناصري كيقول شي افكار اللي ما صحاش في الفيلم ديالو. مثلا ديك البراكه اللي تمثل فيها الفيلم كيقولوا الناس بان ديك البراكه اصلا راه كاين من ضمن المشروع ديال المغرب باش انهم يهدموها ويعطيو الناس السكان ديالها منازل او بيوت قابله للسكن جديده. فسعيد الناصري حاول يوضح لنا بان ديك البلاصه والنهمشه وكذا، ولكن راه بالفعل الدوله راه باغي تعاونهم وحاطهم في لا ليست ديال الانتظار باش انها تعاونهم في المستقبل ان شاء الله. فهادشي اللي خلى انتقادات كبيره تخرج على سعيد الناصري كيفاش تعطينا افكار اللي هي اصلا ما صحيحاش. فخاص سعيد الناصري في هذا اللقاء الصحفي مع قناه بديل ويقولها بالعباره الصريحه: الا جيتي تقول او لا الا جيتي تبقى ساكت، يعني الا جيتي تبقى ساكت فلا ما قال ليها ودينا تنسى عليا هادشي هذا. ف قال لهم الدراري اللهم نتلقى الانتقادات ولا نبقى في الظل ساكت، فهمتيني، يعني اللهم يتلقى الانتقادات من الناس ولا انه يبقى مخبي وساكت وما يناقش المواضيع اللي المغاربه كيعانيوا منها. ف
بالاضافه لهادشي هذا خرج سعيد النصيري وقال بانه هذاك الفيلم حاول انه يخلي دوك المواضيع اللي هما الفقر، ويخلي هذوك المواضيع اللي هو باغي يداولهم في ذاك الفيلم تكون سوداويه اكثر. فقال لك كيف ما خليتي الحاجات تبان سوداويه اكثر ما هي سوداويه، غادي الناس يلا يفيقوا ويلا يعيقوا بها. هادشي اللي خلى الفقر يبان سوداوي اكثر ما هو اصلا سوداوي، وخلى بزاف الحوايج تبان سوداويه اكثر ما هي تبان سوداويه اكثر ما هي زعما سوداويه. بحال مثلا الفقر راه هو شي حاجه اللي سوداويه واللي صعيبه واللي قاصحه، فهو زاد بينا بقصح من داكشي اللي كاين في الحقيقه باش يزيد يبين لك شحال الصعوبه تاع الامر ديال الفقر. مثلا هذا على مثال، انا بالنسبه لي هذه المره ما كنكتبش على حكومه معينه، انا كنكتب على هذا من وحي الخيال. اي تشابه راه كتبناه في الاول، يعني ما خديناش كنقولوا مثلا هذا راه هو بن سعيد او لا هذا راه هو عزا خنوش او لا حاشا ما يعضل يعني بحال كتبس الشخص ولا معين. ما بقاش فن، ولينا بحال هذه ما كايناش. حنا درنا هذه ليماجيناسيون، وانا قلت لك كتبتها في 2011. من الرسائل اللي بغى يوصلها الفيلم ديالو. ففيلم نايض الصراحه الدراري فيلم واعر بزاف، ولكن يناقش بزاف ديال الافكار بواحد الطريقه كوميديه، شي افكار اللي الدراري الصراحه موجوده وكاينه في الدوله، وشي حوايج اللي صحيحه اللي قال سعيد النصيري. مي الصراحه شي حوايج اخرى حتى واحد ما متفق معاها. مي قال لك سعيد النصيري اصلا هذا الفيلم ما كيدويش على شي ناس اللي كاينين دابا في الحقيقه ولا الوزاره الحاليه، ولا بل هذا الفيلم هذا اصلا هو كتب السيناريو ديالو في 2011. هادشي اللي قال، كتب السيناريو ديالو في 2011 ويلا دابا عاد قرر انه يحطه في يوتيوب. مي هو كان اصلا العام اللي فات في السينما. مي دابا غندوزو الموضوع ديال الدعم ولا الفلوس او لا الدعم اللي ما تلقاش من الدوله. فهو قالها بصريح العباره، ما تلقاش الدعم من الدوله باش يطلع الفيلم او اللي يبني الفيلم او لا كما قلتوا المنتجين او هادشي هذا. مي الا جيت تتفرج في الفيلم بصح غتلقى كاينين شي حوايج اللي ماشي بروفيسيونيل في الفيلم، بحال مثلا المايكات، الصوت ناقص، شي حوايج اللي ماشي بروفيسيونيل. مي واخا كتلقى فيلم واعر بافكار واعرين برسائل واعره، ورغم انه بالفعل تحط العام اللي فات في السينما وقدر يدخل منه سعيد النصيري اكثر من 452 مليون سنتيم، يقدر يدخل الفيلم في السينما. يعني راه باشي ما نجحش او لا باشي ما تقبلش انه يتعرض. مي قال لك انه ما تقبلش انه يتعرض غير في القنوات الفضائيه المغربيه، باشي في السينما. حنا المهم الناس اللي بغاو يتفرجوا في هذا الفيلم هذا سيروا تفرجوا فيه، راه فيلم واعر.